باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة المسيح هنبتدي خدمة نصلي إنها تكون منتظمة لإعادة بناء البيت المسيحي. وكلمة إعادة البناء مقصود بيها التجديد. كان في عيد كده للهيكل اسمه عيد التجديد، تم فيه تجديد بناء الهيكل من تاني بعد العودة من السبي. وربنا دايما عنده مواعيد، يقول حي يقول الرب أن مجد البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول. يعني مش زي ما احنا بنتخيل في الأمور المادية، اما حاجة تبوظ وتترمم يعني تمشي، لا، ربنا عنده تجديد الحياة وتجديد الخلقة، تجديد البناء، إعادة البناء. يقول لك كده فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المسالك للسخنة. هنعتمد على رؤية إلهية للأسرة المسيحية، يعني الأسرة كما أرادها الله، مش زي الشكل اللي وصلت إليه دلوقتي واللي وصلت كما أرادها الإنسان، إنها محبة لا تدوم، شعور بالتنافر، رفض كل ما في الآخر، لدرجة إن الواحد يجي في لحظة يقرر إن هو أنا مش هكمل. اللحظة دي عدت على ناس كتير، وأنا شفتها في ناس كتير، ومن كتر ما شفتها كنت دايما أقول إن حياة الإنسان هي زرع وحصاد. لما بشوف اللقطة دي أقول ده الحصاد، لأن من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. كلمة من الجسد يحصد فسادا مش مقصود بها الخطايا. دايما في ناس يفتكروا الفساد هو الخطيئة، لا، الفساد هو الإضمحلال والتلاشي. يزرع في فساد يقام في عدم فساد. فإحنا دايما نبص من نلاقي الحياة الزوجية في إضمحلال وفي النازل، بنعرف إن في شيء خرج عن المنظومة وعن الرسم الإلهي. وأكلمكم بأمانة، ما أقل ما رأيت بيوت حسب التصميم الإلهي، ما أقل. ودايما الناس بتتبع الخطوات بتاعت بعضها في هذا الأمر. يعني يقول لك الجواز إيه؟ ده 2 بيحبوا بعض ويكونوا أسرة ويكون لهم أولاد ويبنوا مستقبلهم وكده. طب هو الكلام ده وحش؟ لا، بس الكلام ده فاسد. ليه؟ جسدي. المحبة بتضيع والجمال بيضيع والمشروع ايه ده. فانت بتبني قراراتك على شيء مضمحل مش شيء باقي. وما ابعد المسافة من الاثنين. الفرق بين محبة بعد فترة تبقى فترة وتبرد، ويبقى اللي قدامك ده تقيل قوي ومش شايف غير عيوبه قدام منك، او محبة عمالة تزيد بإعجاب بيزيد إلى ما لا حدود. شتان. اوعوا تتخيلوا يا أحبائي إن الحاجات اللي ربنا بيوضعها محدودة، لا، يقول لك كده فيها نمو وفيها استمرار وفيها إيه ده رسم إلهي. طب والحاجة اللي هي عمالة في النازل وبتقل، هو ده شغل البشر. فحقيقي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، يعني لما نلاقي 2 يعني عايشين، يقول لك متعايشين، يعني عايشين عاملين ايه؟ اشكر الله، معنا اولاد ولازم نربيهم، يعني هو الراجل بيتعب واشتغل وهي برضو عامله اللي عليها اهو. بس ده مش رسم الاله. ايه دول حلوين قوي، لا ما شفتش فلان ده بيعمل ايه وفلانه دي بتعمل ايه. طب وعيب اللي انا قلته ايه من شويه؟ انه مش فرحان. ايه مش فرحان؟ ايه ده؟ هو مطلوب منا كمان نبقى فرحانين؟ ده احنا بقالنا 10 سنين متجوزين ونبقى فرحانين. يدوم فرحكم.
فالرسم الإلهي ليه نتيجة والرسم البشري له نتيجة تانية. وتعالوا ناخد كده رؤية ومنظور إلهي عن هذا السر العظيم اللي قال عليه يسوع كده، قال هذا السر عظيم ولكني أتكلم من نحو المسيح والكنيسة. هنقرأ مع بعض في سفر التكوين، نجد البدايات الجميلة كما رسمها الله، ونكتشف ان في سفر التكوين ان الانسان جه في اخر ايام الخليقة اللي اعقبها اليوم السابع اللي اتقال فيه وفيه استراح الله من اعماله. وفي كل الخليقة كل ما ربنا يعمل النور ويعمل الزرع ويعمل النباتات ويعمل الحيوانات وتعاقب الليل والنهار، يقول لك وجد أنه حسن. حسن يعني ختم الجودة الإلهية. لما خلق الإنسان وجد أنه حسن جدا، وجدا لما تطلع من فم الله دي تبقى ضخمة أوي، تبقى ضخمة أوي أوي. طب أنت يا رب في الخليقة كنت بتعمل إيه؟ كنت أظهر ذاتي، كنت أظهر ذاتي. لما تقروا كده في رسالة معلمنا قديس بولس لأهل روميا في الإصحاح الأول، نجد بداية حلوة خالص ربنا بيعلنها. فبيقول كده في العدد 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. خدوا بالكم، كلمة الاسم تعني كل ما هو عكس ربنا. دي مش خطايا، لا، دي حاجات عكس اللي ربنا عامله. في حاجة اسمها الحق وحاجة اسمها الاسم. فلما يكون ربنا قدوس وإنسان ما يقدسش الله، ده اسم. ويبان هو ما بيعملش خطية بس ده اسم. لما يكون ان ربنا يقدس يوم والإنسان يتجاوز هذا اليوم، ده اسم. اما يكون ربنا بيقول ينبغي ان يصلى وتجد انسان ما بيصليش، ده اسم. عشان كده الانسان دايما يقول خطاياي واثامي، وكان في ذبيحه للاسم، تعديات الهيه. لا يكن لك الهه اخرى امامي، لو في حاجه يبقى ده اسم. تحب قريبك كنفسك، ايه ده؟ ففي وصايا تختص بالاثام، ودي تعديات على الله شخصيا. وفي خطايا تختص بالبشر: لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي مال غيرك، لا تشهد بالزور. دي خطايا احنا كلنا نعرف الخطايا، لكن الآثام ما نعرفهاش، مع ان الآثام ده هي اللي بتحجز الحق، ويوما ما تشوفوش خالص، يبقى قدامك وانت مش شايف حق الآخر. ما يضيع الحق، اعرف ان الاسم فرض سلطانه خلاص على البيت. اسهل حاجه ان الواحد ما بيعملش حاجه وحشه. ايوه بس انت ما بتعملش حاجه حلوه اساسا. ويبقى مش شايف، يبقى مش شايف. فبيقول الذين يحجزون الحق بالاسم. ليه بقى؟ إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. معرفة الله ظاهرة فيهم جواهم لأن الله أظهرها لهم. أما هم مش عارفينها ليه؟ من الأثام. إزاي؟ بعدوا عن ربنا، بعدوا عن ربنا، فمعرفة الله غابت عنهم. لأن أموره، أي أمور الله، غير المنظورة
اللي ما حدش شايفها خالص. ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. في إعلانات قلبية وده خارجية أمور ربنا كلها وأمور غير المنظورة أصبحت منظورة. ترى منذ خلق العالم مدركة بإيه؟ بالمصنوعات قدرته السرمدية، مدركة بالمصنوعات. تشوف الخليقة تشوف الله، فالله واضح في العالم، وظهرت ملامح الله في النور، والنظام الإلهي في تعاقب الليل والنهار، وقوة الله في الجبال الرواسخ، وفيض الله في المياه والرياح، وإثمار والنمو والإكسار والتغير. مش ممكن. أراك إلهي أراك فيما صنعته يداك، لحد آخر لقطة. أن نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. والاسم غيب الصورة دي. يعني المفروض أنا لما أقف في المراية أشوف الله. تقول لي أنت بتبالغ. هو ربنا خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله. هو خلقه على صورته وعلى مثاله. طب ليه أنا مش شايفها؟ عشان الاسم اللي هو إيه؟ البعد عنه. يحجزون الحق بالاسم. وأيضا في الطرف الآخر، يعني المفروض آدم يبص في وش حواء يشوف الله. أخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. المفروض حواء تبص في وش آدم تشوف الله. نعم، نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. وبعدين اما يجي إبليس يعمل حاجز بينه وبين الله، يشوفوا تشوهات العمر كلها. شوفوا الأنانية والقسوة والغل والغضب والنرفزة والاحتداد والانتقام والمؤاوحة. بس كفاية. أنا البني آدم ده مش عايزاه، أنا البني آدمة دي مش عايزاه. نعم، أنا اخترت غلط. تأخر أوي الكلام ده. إيه ده؟ شوفوا، أول ما يغيب الحق أعرف أن الاسم بسط سلطانه، وما بكلمش على خطايا. مش واحد منحرف ولا واحدة مش عارف إيه، ما فيش الكلام ده. الابتعاد عن الله. وأنا هكلمكم في الأمر ده بوضوح، إن أدام احنا رجعنا للإنجيل نعرف المشاكل جاية منين، لازم نقرأ صح ونتعلم صح. تعالوا نقرأ في سفر التكوين في الإصحاح الأول البدايات الجميلة. فقال إيه بقى؟ بيقول وقال الله في عدد 26: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. زي ما قلت لكم، مفروض حواء لما تبص في آدم تشوف مين؟ تشوف الله، وهو يشوف الله فيها. ده الحق اللي اتحجب بالاسم. فالله لما خلق الإنسان جعل حواء تشوف في آدم صورة الله ومثاله وسلطانه، وآدم يشوف في حواء صورة الله ومثاله وسلطانه. وكلمة المشابهة تعني يمثلني تماما. فكان آدم يمثل الله تماما، ده المشابهة، وحواء تمثل الله تماما. على فكرة كلمة إنسان تعني آدم وحواء. رجل تعني آدم لوحده، حواء تساوي حواء لوحدها. كلمة إنسان تعني آدم وحواء. فبيقول إيه بقى؟ وقال الله نعمل الإنسان. برغم إن آدم اتخلق الأول وبعد منه حواء، إنما من الأول الإنسان على صورتنا كشبهنا. هو في أجمل من كده؟ لا خالص. ما فيش أحلى من ربنا وما فيش أجمل منه. أيوة. فإذا كان ربنا عمل الجمال اللي في الطبيعة ده كله،
والتنوع الرهيب في الألوان، والتنوع في الروائح، والتنوع في الطعم، والتنوع في الطبيعة، ايه ده؟ مش ممكن. كم التنوع، ايه ده؟ بيظهر مجده، ويظهر انت تشوف الحاجة تقول الله، تشوف الوردة وتشم ريحتها تقول، تشوف منظر الجبل والشجرة والمية والطبيعة والناس اللي تنزل في أعماق البحر وتشوف الشعاب المرجانية، والناس اللي تطلع فوق الجبال، وإيه ده إبداع. إزاي هو إبداع؟ كان آدم وحواء أبدع إبداعات الله، إن ولا حاجة من الخليقة دي ربنا حط فيها الشبه. الخليقة دي فيها الصورة، إنه الله نور في نور، الله في حياة متجددة شجرة الحياة، الله في معرفة شجرة المعرفة، الله في نماء في كذا. لكن كلمة يشابهنا تماما هي اللي بنصليها في القداس ونقول جعلت في صورة سلطانك. السلطان الإلهي ده مش الأمر والنهي، لا، الفعل بالحب والبر. السلطان ده اللي يخلي واحد يقول لك انا مش قادر ابقى زي ربنا، انا مش قادر يبقى طول بالي كده، مش قادر ابقى حنين، او مش قادر اغفر. ده لان هو فرط في السلطان اللي هي قال عليها الذين يستهينون بالسيادة في رسالة معلمنا القديس بطرس. انت فرطت في السلطان. اذا انت عمال تكبر الدنيا قوي. لا، احنا تراب، نحن ولا هو ده اللي نفسه ابليس يقوله لك، انه يقلل من امرك. ربنا ما بصش على التراب كده قال ده الانسان، لا، قال نصنع الانسان، صنعت ايده. كان ليا قريبي عنده محل صاغه، كنت في الاجازه عشان كنت شقي قوي، روح اقعد مع عمك فلان. ماشي. فكنت اشوفه يوزن الذهب ويكتب سعر، وانا بأيد له في النوت، وذهب تاني يكتب سعره قده 3 مرات. الله، مش احنا وزننا دي وطلعت بكذا؟ قال لي طب ودي؟ يقول لي عشان مصنعيه، ده كسر هبيعه خامه، انما دي بقى المصنعيه، الخاتم ده في مصنعيه على الجرام كذا، الغويشه دي في مصنعيه. واقعد انا اسمع وافهم. المشكله في ادم مش التراب، الصنعه. ليه نسيب الصنعه ونتكلم على التراب؟ معلش سامحوني، يعني هو الساعه دي فيها خامه بكام؟ ولا حاجه، انما الصناعه بتاعتها هي اللي بتخليها غاليه. فهنا كلمه نصنع دي القيمه الكبيره للانسان اللي قدامك، دي صنعه يد الله. ودي ايه ده؟ الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. كلمة الذي صنعنا دي عايز أقف قدامها. نزلت أيام الكاسيتات دي، اليابان عملت كاسيتات، كان الكاسيت بكذا سعر، يقول لك اصل ده ياباني وميد ان جابان، يعملوها يافطه كده. شويه راحت الصين نازله بعشر الثمن، يقول لك اصل ده صيني. الله، هو مش كاسيت، لا، ده صناعه صيني رخيص، ده تايوان مضروب، ده ايه ده صناعه؟ لا 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 لا، الصنعه هي صنعه يديه. ما عدناش بنشوف صنعة يدي الله في الإنسان. أنا شايف قدامي حد، ده أنت غبي، ده أنت تقرفي، إيه ده؟ أنا زهقت يا شيخة. الله 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 الله. خدوا بالكم، أنا بقول لكم حاجات أنا ما أحبش بس بسمعها للأسف يعني، بس غاب النور وفي وسط الضلمة ما فيش حاجة ليها قيمة. وسط الضلمة ما فيش حاجة ليها قيمة. طيب نقرأ مع بعض. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الصورة والمثال ده حاجة ما غابتش عن فكر الله. ما نيجي نبص هنا في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل روميا، نجد قديس بولس في روميا
8 بيقول ايه بقى؟ بيقول اقروا معايا في عدد 29. رمية 8 عدد 29. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا، قولوا معايا، ليكونوا ايه؟ مشابهين صورة ابن. تاني يا رب، الحمد لله بالسلامة يا حبيبي. خدوا بالكم، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا ايه؟ ايه ده؟ هو في فرصة نرجع تاني زي ما ربنا عمل؟ أنا ده أوريكم تجديد الحياة وتجديد الخليقة. ليه؟ عشان لو كانت حياتك الأسرية وصلت لمنعطف صعب من اللي احنا بنقول عليه ده، غياب الشبه والمثال والصناعة، لا، في رجا. في رجا، ورجا قوي قوي في المسيح يسوع، إن يرجع يعيد خلقة الإنسان على صورته ومثاله. يقول فعينهم، ليقولوا معايا، ليكونوا إيه؟ مشابهين صورة ابنه، ليكون هو ابنا بكرا بين إخوة كثيرين. يعني الإنسان لو حياته اتجددت يرجع يبان فيه الشبه والمثال. نعم. وأدعو التي ليست محبوبة محبوبة، والذي ليس شعب شعب. ده الهدف بتاع الخدمات اللي جاية بتاعتنا، تجديد الإنسان، تجديد عهد الزيجة تجديد العمل الإلهي الفائق اللي خلاه يقول هذا السر إيه؟ عظيم. طب ربنا صنع الإنسان على الصورة والمثال. تعال نشوف وصف الإنسان ده إيه ونفكر مع بعض إيه اللي حاصل. بيقول إيه بقى؟ فيتسلطون على طول كده، سلطان. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. الإنسان خلق ليتسلط. يتسلط يعني إيه؟ ليه سلطان. دي حكومة إلهية على الأرض اللي هو الإنسان ده. ربنا خلقه، جعلت فيا صورة سلطانك، باركت تبعاتي فيك، أخضعت كل شيء تحت قدمي. إيه ده؟ اصحى وانت بتسمع الغرغوري كويس. إذن أنا كإنسان فيها صورة سلطان الله. آدم سيد الخليقة، آدم ملك متوج، وضع الله بذاته التاج فوق راسه وعمل له حفلة التنصيب وسلموا سلطان على كل الخليقة. فخلق الله الإنسان على إيه؟ قولوا معايا، على إيه؟ على صورته. على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى. إيه؟ عشان تظهر صورة الله محتاج إيه؟ 2، ذكر وأنثى خلقهما. دول هيعملوا حكومة إلهية. دول هيعملوا حكومة إلهية. تقول لي بس هو بعد كده خلق آدم، بعد كده خلق حواء. احنا هنا بنقرأ فكر ربنا، بنقرأ فكر ربنا. دول على صورة الله، والخليقة تشوفهم على صورة الله ومثاله، ذكرا وأنثى خلقهما. طب ليه ما عملهمش 2 رجالة حلوين كده في كتف بعض كده، أو 2 ستات طيبين كده مع بعض؟ هنا عنصر القوة والطاقة اللي موجودة جوه البشر. يعني إيه؟ لو أنت عندك مغناطيس بيبقى فيه طرف سالب وطرف موجب، جبت مغناطيس تاني جنب منه في طرف سالب وطرف موجب، تجد لو جبت الموجب جنب الموجب يحصل ايه؟ تنافر. ولو جبت السالب جنب السالب تنافر. عشان يحصل تجاذب لازم يبقى فيه ايه؟ سالب وموجب. طيب لو ما كانش فيه سالب وموجب يحصل تنافر. فوجدنا السالب والموجب ده. أول حاجة الأنوثة، الست تبقى عندها أنوثة، الرقة والوداعة واللطف والطيبة
والروح الوديع الهادي حبة الحاجات الجميلة اللي هي يعني زينة الروح الوديع الهادي. والراجل فيه الرجولة، الشهامة والكرم والجدعنة، ويسد ويتعب ويشيل ويعمل ويروح ويجي. الطرفين دول ينجذبوا لبعض. إذن لما يجي ربنا يوصي المرأة يوصيها على الأنوثة. يقول هنا في رسالة معلمنا القديس بطرس إصحاح 3 في الوصية للمرأة، يقول إيه بقى يا سيدي؟ كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض، حتى لو الراجل معلش بعيد، يعني ممكن كان زمان واحدة تقبل المسيح وتتعمد وجوزها مش متعمد ما بيطيعش الكلمة، إيه؟ حتى وإن كان البعض اللي يطيعون الكلمة إيه؟ يربحون بسيرة النساء بدون كلمة بدون وعظ. هو ربنا اللي جواه هيجذبه ويوصل المرأة حبة حاجات جميلة قوي. بيقول إيه؟ ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف مخافة من الله، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي. شوفوا كلمة إنسان جاية فين؟ إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، يقصد الطبيعة الداخلية التي لا تفسد، في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. إذا ربنا لما خلق المرأة ده زينة فين؟ الروح الوديع الهادي، وده غالي قوي قدام ربنا. يعني بلاش التحلي بالحلية، لا، في قاعدة في الإنجليزي يقول لك إيه؟ not only but also، ليس فقط ولكن أيضا. يعني نهتم، طبعا نهتم بالخارجي، مش لازم تعيش منكوش أو شكلك مش قد كده، لا، نهتم بالخارجي جدا، خلاص. خلاص، لكن الاهتمام بالداخلي، يعني الواحدة ممكن تقعد عند الكوافير ساعتين 3 لحد ما تعمل شعر، ممكن تقف قدام مراية قد كده. طب اخبار الزينة الداخلية ايه؟ انا مش هتكلم فيها دلوقتي، بس انا بوريكم فكر الله. احنا قلنا هناخد رحلة في فكر الله، فخدوا بالكم. اذا انا لما اراجع نفسي، انا عايز اقف قدام ربنا قد ايه عشان ابان جميلة قد ايه، تبتدي تكتشف وتفهم. طب والراجل يوصيه بحاجة تانية، يقول كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة. رجل حكيم، هي بتحب إيه؟ هي بتتضايق من إيه؟ إيه الأشياء اللي بتخليها وإيه الأشياء اللي بتعيش؟ راجل فطن وعارف يراعيها إزاي. يمكن هو كلمة حلوة أحلى من الهدية. واحدة بعتت لي رسالة امبارح، أخيرا نطق جبل المقطم. قلت له خير؟ قال لي وهو بيختم قال لي أنا بحبك قوي. قلت له ده جبل المقطم قال كده؟ قالت لي آه. قلت له ده جبل التوبات. ايه ده؟ من الخطوبة ما قالها لهاش، نسيت كل حاجة وافتكر. المرأة تقدر ده. مش انا بجيب لكم احسن اكل واحسن لبس، يا اخي جاتك القرف اللي انت بتجيبه ده، تسم بدننا عشان قرطاس الجوافة اللي بتجيبه. فالحتة دي هو مش فاق، ده مش فاطن، ده مش فاطن. يمكن يهمه جدا وهو بيبص لها في عينيها يقول لها على فكرة ربنا يخليك ليه، انا بس دي حاجة بسيطة بس بقى انت عارفة بقى. هي كملت. فهنا الفطنة انك تدرك اللي قدامك دي بمشاعرها واحاسيسها ورقتها لا، ايه ده؟ دي يعني مش مسألة، لا 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 لا, لا. يعني انا لما اصلي اقول له يا رب انت تديني فطنة في التعامل مع الكائن ده. وايه؟ مع الاناء النسائي كالاضعف، يكون عندك حاجه كريستال كده خفيفه قوي هتشيلها بحرص وحاسب واعمل وسوي وبتاع. ايه ده؟ حاجه يعني تترعى. طب يعني اعمل ايه؟ لا، ده قصه تانية لسه برضه انا هشرح ده بعدين.
معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. بالراحة كده، احنا كلنا بنحب أمنا العذراء ونحب ماري جرجس ونكرم القديسين ونعظمهم وبتاع. الكلمة دي جاية على نفس على نفس المستوى. دي هتورث نعمة الحياة. فين كرامتها الورثة دي؟ لكي لا تعاق صلواتكم. منأكد عليها انسى لكي لا تعاق صلوات. ولسه هشرح ده برضه، بس انا هنا بقول ايه؟ ان الرجوله والانوثه هي الانسان. طب اول ما الواحده حسها يعلى على جوزها وتبجح فيه وتشوح له، ضاعت الانوثه. انسى ما فيش انوثه. ضاع، حسها عالي. انا ما بحكيش على الكلام اللي مش حلو او على السخريه او التقليل او النظر. ضاعت الانوثه. والخبر اللي عايز اقوله لكم ان اول الانوثه ما تضيع معاها الرجوله. لا شهامه ولا كرم ولا جدعنه، ونلاقي كتله سفاله موجوده. تضيع الانوثه، تضيع الرجوله. طول ما الواحده رقيقه ودي يمكن دموعك وانت قاعده كده تلين الصخر ده اكتر من اي حاجه تانيه، لانك انت ما استفدتيش حاجه بالفعل المبجح. لا حسك اعلى منه ولا انت اقوى منه ولا انت خسرت قضيتك من الاول للاخر. لا، من لازم اوقف عنده حد. والتعليم بقى بتاعت الناس بتوع المشوره، كرامتك وحقك وتدافعي وتاخدي وتسيبي وتعمل. شكرا. دمرنا الانوثه، دمرنا الرجوله. والتانيه برضو اول ما الرجوله تضيع الانوثه. ندل، مش جدع، ما بيقفش معاها وسايبها تتعمل لوحدها. تبص هي بتسترجل، ما هي بتقوم بدور الراجل والمرأة. أنا بس بديكم فكرة عن الرسم الإلهي، لأن ما حدش بيقرأ إنجيل بعد إذنكم. رسمهم يتجاذبوا ويتكاملوا. وعلى فكرة لما بعد كده يجي في الخليقة نخلق له معينا نظيره. المعين هو الأقوى، وكلمة المعين لم تطلق إلا على روح الله القدوس. كذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا دي في ظهره. يبقى هو بيعمل حاجة وهي بتسنده، وهو بيخدم وهي بتصلي له، وهو بيشتغل وهي بتعمل. ده مش لا سيبيه. ما هو انت حر في نفسك، مش قراراتك، مش انت اللي بتعمل، مش انت اللي خلاص بقى انا رميت توبتك. شكرا. انا بس النهارده او في الكلمه الصغيره دي قصدت اعطي الفكر الالهي والفهم الله. فاولا ربنا عمل انسان عشان خاطر يسود على الخليقه. فلما ينجح الله يبتدي يحصل سر القوة والبركة اللي لسه هناخده في الكلمة اللي جاية. ايه اللي يحصل بقى لما الانسان ده يقوم بوظيفته؟ اصبح في بيت فلان بيت فلان بيت فلان بيت فلان مسيطرين على الارض. ابليس تحت السلطان الانسان. فالأسرة الإلهية الروحية إبليس فيها تحت الأقدام، وليها دايرة إشعاع في الأسر اللي حواليها. وإبليس يعمل إيه؟ اخرب الأسرة دي، هد دي. لسه كنت بحكي لإخواتكم، ليا صديق في جنوب أفريقيا فبيحكي لي، قال لي هحكي لك على أعجب حاجة. قال لي خير؟ قلت له خير. قال لي فوجئنا بكمية حالات الانفصال والطلاق اللي بتحصل في الكنيسة. طب وبعدين؟ قال لي وعرفت بعدها من واحد صديقي من عبدة الشيطان ان كنيسة الشيطان عملوا صوم 40 يوم لخراب بيوت المسيحيين. ويبدو ان هم اسم الصليب صومهم قوي، مسمع عندنا هنا في المعادي ومسمع عندنا هنا في كل بقاع المسكونة. قال لي انا جريت على ابونا، قلت له يا ابونا احنا محتاجين نصوم عشان البيوت دي. قال لي وكرسنا صوم. قد كده الحرب جبارة. يضيع الصورة،
يضيع المثال، يضيع الأنوثة، يضيع الرجولة، يضيع الحب والتجاذب، ويجي التنافر بقى، تلاقيهم مش طايقين بعض. واحدة تقول لي كده: أنا لما بيكون قاعد في البيت بشوف لي مشوار، وارجع الاقي عربيته ما اطلعش، اروح عند ماما، اروح في اي حته، ارجع ما الاقيش العربيه، اطلع في ده النهارده اجازه، قاعد انا، لا ده انا ايه ده؟ ما قابلوش، ما شوفهوش، وما طقش صورته في البيت. انا بكره منظر بيجامته وهي يا نهار، خلاص البغضه موجوده، شوف لي حل. ايه اللي وصلنا للنار دي؟ فكلمة ضياع الصورة والمثال وفقدان الشبه وضياع المسؤوليات خربت الدنيا. طب وبعدين هو في أمل؟ إيه اللي في أمل؟ لكن خد بالك بس من الخطة بتاعت إبليس للتخريب. إذن أنا في النص ساعة دي وضحت لكم الرؤية الإلهية والسلطان الإلهي وتشويهات إبليس والخراب اللي بيحصل. والمجد لله دائما أبدا، آمين.